التوترات والصراعات الناتجة عن تفاعلات على المستوى الثالث أي الداخلي، فاستعادة توازن مفقود دوليا وإقليميا لن يكون كافيا لتسوية مشكلاتنا، فالمطلوب تحقيق الاستقرار الداخلي في دولنا، وهو ما يفرض على حكوماتنا بناء لمجتمع سليم قادر على مواكبة العصر وتحقيق النمو عبر توزيع عادل للثروة وإدارة رشيدة للحكم. ونتيجة لتلك التحديات القائمة في واقعنا المعاصر، وبالتوازي مع عملية التصحيح المأمولة لوضعية النظام الدولي، تبرز أهمية العمل المشترك بين الدول الشقيقة وضرورة تفعيل دور المنظمات الإقليمية ومنها منظمة التعاون الإسلامي لتنظيم أحوال شعوبنا بإرادتنا والوقوف أمام أي مخططات خبيثة تسعى لتأجيج الصراعات ونشر الآفات في الجسد الإسلامي، وبما يؤدي إلى إعادة الأمل لدى شعوبنا وإلى تعزيز إرادة التعاون المشترك فيما بينهم. سيداتي والسادة، لا زالت القضية الفلسطينية والتي كانت المحرك الأساسي لإنشاء منظمتنا